ايش كانت تجربتكم مع الفريق السابق اللي كنتوا فيه؟ صارت لي مشاكل والله العظيم ما هي مشاكل بسيطة. مشاكل ما اقدر اوصفها لان صعب اوصف لك اياها، بس انه يوم جانا عرض تيوب كنت اقول لتوبس، كنت اقول له لو انت ما دخلت ترى انا ما راح ادخل. ما ادري ينفع اقول ولا لا، بس يعني كان في عروض من فرق ثانيه، في محتويات كويسه وفي محتويات سيئه صراحه ما تعجبني ابدا. كنا نعرف بعض بس مو شايف نفسه. علوم سالفة السجن. إذا ما تدري ترى الستريم يدخل لي أضعاف الليمتد أضعاف. صح حلو. اليوتيوب بس اسبوع من فتحت قناتي في اليوتيوب، بديت ابث فيها مباشره 1000 مشترك 2000 مشاهد. كنت ناظر ايه سحبت على المجال هذا. ايه. هل بيجي يوم من الايام ممكن ترجع لهذا المجال؟ السلام عليكم واهلا بكم في موسم جديد من بودكاست ايش صار. معكم هنودي اوسم. لا تسووا لايك سبسكرايب قبل لا تكملوا هذه بالله اسمه الحلقه. كذا؟ اي نعم اسم البودكاست ايش صار. ايش صار؟ ايش صار. معنا الان الاستاذ سعد سوبفيكس ابو فايز منورنا. يا مرحبا ويا مسهلا. منورنا. ومعنا الاستاذ زيد سكيلي. حياكم الله. يشرفنا تواجدنا معك في بودكاست. لا البودكاست حقنا حقنا جدي محترم. اي محترم. للناس هذه للناس كان. اوكي الكام حقتكم ما في خسي والله. احنا البودكاست حقنا جدي فلازم النبره تكون كذا فاهم. نبره البودكاست لازم كذا. اي لا حط يدك على الطاوله. حط على الطاوله. ايش مزبان يعني جدي انتوا الحين انتوا لما قلتوا جدي سويتوا الحركه هذه. اي نعم. تقول لي مسويها من بدايه المقطع هذا شيء يطلع متقمص. لا احنا كذا في نص البودكاست. فاوكي منورين الشباب. وش جاي نسوي هنا؟ والله جايين نسولف. حلو. ايه نعم. والله في شيء ودي اعرفه. تمام. خلينا نبدا معاكم. يعني ترى البودكاست حقنا في تحشير، في اسئله من تحت الطاوله، وفي فقرات جلد يعني ما له جلد. مسابقه هذا مو بودكاست صار. لا وفي النهايه اصلا ما في اي شيء من اللي قلته. لا بس جايين نسولف باختصار. يعني المتابعين حابين يسمعوا سواليفكم يعني مع انها زي الزق. ليش سوليفنا؟ يسلموا. هذا ابدا مو بودكاست يعني محترم. جاينا تداسنا صح؟ يسلموا. لا والله جد بودكاست. حتى يد ودمي كذا صارت كذا. لا جاني والله خذ راحتك. انكمش الولد والله حرام عليك. لا زيد كان وده يسولف. تفضل قول. اسمع انت قبل ما تدخل تيوب حلو كنت في فريق طيب او شركه، هو يعتبر واتوقع انه مو كثيرين يعرفون الموضوع هذا. اي صح لانه ما كان طالع للناس. ما حتى انا ما كنت اسوق الموضوع قدام الناس. والشركه هذه بعد ما طلعت منها انت سوت بقعه كبيره. هو انا طلعت منها يوم كانت كويسه. لا شوف خليني اقول لك باختصار. هم اللي سووه الاساس حقهم كان كويس. حلو. الاساس الفكره اللي كانت عندهم كويسه مره. انه احنا فريق كنا بنجيب كم صانع محتوى؟ 4 صناع محتوى. كنا انا وتوبز واثنين ثانيين. انا ما ودي اقول اسامي الثانيين، لا بالعكس عادي يقولوا اسمهم بس ما تبغاهم يعرفوا اسم الشركه. اي ما ابغى الناس تعرف مين الشركه. بس الاثنين الباقيين بالعكس اصحابي وللان، واغلب اللي كنت معاهم في الشركه هذيك اصحابي للان صراحه. ناس مره رهيبين كلهم. سلام. بس الشركه نفسها والاداره حقتها ما كانت كويسه. ما كان همهم الموضوع. كانت كويسه بعدين تغيرت ولا من البدايه؟ كانت ماشيه على شيء كويس. بعدين ما داري صاروا يتفرعوا. صار يلا اي واحد يدخل فاهم. اوكي. يعني الوضع صار سرديه مرديه. يلا تعال شقه اخويا. مو شقه اخويا. لا الشركه نفسها صاروا والله هذا عجبني يدخل فيه. كان شقه اخويا ما عجب انعزم. ايه فاهم. صاروا لا هي كانت شركه وكان عندهم دوام وشغل وكل شيء. انا كنت معاهم 2 تقريبا. والسنتين هذه انا ما يعني كشغل واشياء ممكن استفدت منهم، بس ما شفت اي تاثير صراحه. يعني مو اني انا كنت بحاجتهم مره والشغلي ما كان حيمشي بدونهم، بالعكس انا كنت ماشي تمام. بس هم اول ما جيت اشتغل معاهم كان عندهم نظره ورؤيه وقالوا انه احنا بنسوي كذا واحنا كنا بننافس الفرق اللي موجوده على وقتها فاهم. واحنا بننافس الفرق الموجوده. تحمست انتم مره؟ انا تحمست مره لان انا من زمان انا كنت ابغى اكون في فريق فاهم. انا مو على انه انا ناقصني شيء، بس انا ابغى اخوض هذه التجربه فاهم. فلما دخلت معاهم صدمت انه ما في ولا شيء من اللي قالوه، كلام فاضي. واصلا هم كانوا يعني مو حماس البدايات. اي وما كانوا في السعوديه اصلا، وكان مشوار اني كل شويه اروح لهم ما اعرف ايش. كنا نعطي اكثر مما ناخذ صراحه. في الشغل فاهم. كنا نعطي ونشتغل في النهايه ما في اي مردود ولا في اي تقدير. انا يهمني التقدير اكثر من كم تدفع لي. لو في تقدير يهمني. انا مره يهمني اذا انت مقدرني كصانع محتوى طبعا. كواحد قاعد يشتغل معاك يهمني مره. طبعا. ما كان في صراحه. انتهى عقدي معاهم
سلام عليكم. بس في بعدها ناس كملت في ناس كملت والقمر في ناس كملوا اللي كملوا لقموا مره. ايوه. طيب اقول لك شيء، ترى انا يعني سالت السؤال اللي بدايه الحلقه وطقطق يعني على اساس ان البودكاست احنا اللي بنمسك الهوست وبنشقك، لا. ولعلنا هذا اللي صار. لا عادي انا جايكم لسه. انا جايكم لسه. تقول الله يسامحك. ترى تدري اللي يضحك انه ترى تقريبا نفس سؤالي اللي بسأله اول سؤال. كذاب. نفس الليفل في نفس أوكي. الليفل. بس سؤالي اللي كنت بسأله، ليش تحس انه لازم يكون فريق؟ ليش تحس انه الان لازم الواحد يكون فريق؟ في ناس كثير قد شفت ردود ناس في تويتر في يوتيوب كثير كانوا يعلقوا على الموضوع انه الواحد الان يوتيوبر ما يقدر ينجح الا لما يكون فريق. انا ما اتفق مع هذا الكلام. ما اتفق ابدا. انا جدا ما اتفق مع هذا الكلام، بس انا ودي اعرف وجهة نظركم. هو يقدر الواحد انه يكون ناجح لحاله، بس تحتاج جهد مره كبير وتحتاج يعني تحتاج حاجات مره كثيره. وبالعكس يعني ممكن شخص يسوي اساسيات وفعليا اذا سواها بيصير ناجح، بس اوريدي سبقوه ناس كثير خلاص هذه الحاجه ما عاد تنفع. بس اللي اشوفه انا ليش الواحد يحتاج فريق، لان الحين اليوتيوب تعود انه يشوف مجموعه بشر في مقطع واحد. صح. تعود خلاص على الليفل العالي هذا في انه يشوف اكثر من شخص مفضل يحبه، يناسب انه يشوف هذا الشخص في مقطع واحد. فلما يجي يشوف شخص واحد ما هو بنفس حماسه لما يشوف المجموعه اللي يحبهم كلهم في مقطع واحد. بس هذه فيها سلبيه مره كبيره، انك اذا انت لحالك ما راح ليش؟ لانك انت عودت الناس انك تكون مع حوالين الناس. صح. فلما تكون لوحدك الناس بيقولوا هذا لوحده ما يقدر يطلع، وانت بنفسك في المقطع تقول انه اوه والله انا ما راح اقدر اادي لانه ما معي احد. عشان كذا اقول حتى قد زي اول انه لا تخلي المشاهد يتعود عليك مع ناس كثير. إيه كل مقاطعك لا تخلي محتواك كله معتمد على مجموعه. صح. بالعكس انا اشوف هذا أصلح. عود صانع المشاهد انه يشوفك لحالك معك احد محتوى مختلف بسلسله مختلفه ما يعتمد على احد. فاحس كذا يعني. بس انا بعطي وجهه نظري في الموضوع هذا. شوف ليش لازم، هو مو لازم بس يعني لازم، فهمت يعني لازم واحده، مو بلازم تقدر تكمل لحالك. تقدر تشتغل لحالك. اقدر اضرب امثله يعني. شوف ابو اليوم مثلا سولو شغال، مثال كنت انا بقول اصلا كثيرين سولو شغالين وماشيين وارقامهم حلوه وحياتهم ورديه وجميله جدا. لكن ايش تفرق الجروب عن السولو؟ يعني شوف انا مثلا من لما كنت يعني من البدايه بديت وانا في فريق اصلا. كويس. ف 90% و 80% من مقاطع لو تدخل القناه الحين من اولها الى اخرها 80% من مقاطع ترى سولو. بس انه وجودي في فريق مهم. ليش؟ انت لما تكون موجود في فريق، شوف عندك كاميرا هنا، صح، عندك واحد يساعدك، عندك فريق اعداد يساعدك، عندك كذا. فالشغل يا ولد اسهل لك بكثير. حتى لو مقاطعك سولو، انت وجودك في فريق بيساعدك انه مقاطعك السولو تطلع بجوده افضل. ايوه هذا الشيء انا جربته. لانه انا يعني انا دحين في اليوتيوب انا عندي مقاطع لوحدي في السيت اب، بس عندي مقاطع ما كنت متخيل ان انا اسويها اساسا. يعني مقاطع معاكم، مقاطع اطلع برا ومعاي مصور، معاي اعداد. هذه اشياء مره فرقه سهلت لك يعني الشباب ما قصروا مره، فاهم؟ انه يكونوا معاك اشياء انت تحتاجها، تيجي انت بس تصور، فاهم؟ تيجي انت بس خلاص انت مخك انه اوكي انا بصور. كل تركيزك على المقطع، كل جهدك على المقطع ما في محفوظ للتصوير بس. الشيء الثاني في افكار كثير يعني تجيك. يعني لما كنت اشتغل سولو في افكار كثير تيجي ما اقدر اسويها سولو. انا احتاج 3 اشخاص، احتاج 4 اشخاص، افكار مره كثير واحس انها مناسب انها تنزل في اليوتيوب وممكن تاخذ صدى مره عالي. فاحتاج اشخاص. فانت يعني وانت ماشي في رحلتك في اليوتيوب ما تعرف ايش اللي بيواجهك. فانت لما تكون في جروب الاشياء اللي بتواجهك بيكون وقعها اسهل من لما تكون سولو. يعني سواء ظرف، سواء مشكله، سواء كذا. فانا اشوف ان الجروبات الناس اذا انت في جروب يسند صح يعني صح تقدر تسند من ناحيه افكار، تقدر تقدم افكار مع جروب افضل. وتقدر تكمل سولو عادي من كل النواحي. افضل لك من انك تكون مع فريق. وحتى شغلنا دخله يعتمد على الرعايات والاعلانات الشركات. الشركات الان تميل انها ترعى جروبات اكثر من انه انا اعلان عند واحد وخلاص، ولا اني ارعى واحد وخلاص. يرجع لها فائده. فهذه وجهه نظري في مساله الجروبات يعني. جميل. طيب بالحديث عن الجروبات والفرق بشكل عام، انت سالتني في بدايه البودكاست على تجربتي انا مع الشركه والفريق اللي انا كنت معه. والله اني اوكي اي كان اجابتي جاهزه عموما. اوكي. فانا ودي اسمع منكم انتم ايش كانت تجربتكم
مع الفريق السابق اللي كنت فيه. تبدا ولا ببدا انا. اوكي ابدا. طبعا بس شوف. قبل ما تبدا وضعه مختلف تماما عن وضعي. انا عارف انا عارف. خلي يبدأ. ايوه فخلني ابدا بما انه انا وضعي ممكن يكون حساس اكثر شوي. تفضل. عشان تكون في الصوره. انا ناصر خش في مجال السوشيال ميديا قبلي بكثير. اوكي يمكن قبلي بسنه ناصر خش في مجال السوشيال ميديا، يعني كان يبث من السوني، الولد مره متحمس يبث ناصر، فتعرف على شنق وتعرف على سعد، يعني من قبل اتوقع حتى لا يبدون كله، صح؟ انت كنت بادي يوم تعرفت عليه؟ لا انا تعرفت على ناصر بعد ما بديت. ايه ناصر هذا الوحيد حرفيا اللي بادي، لا شنق ولا ناصر قد فك قنوات، هذا الوحيد اللي عنده قناه من بينهم. وتعرفوا على بعض وصاروا اخويا، فتحمس انهم يجربون كذا، فبدت تمشي امورهم. فانا كنت محاط بصناع محتوى، لان سعد واحمد كانوا يجون بيتنا ويتكون مع ناصر. خلاص تخليك تشتغل معاهم. فهمت. فجاني بعدها تحفيز من ابراهيم رئيس فريق باور، حفزني انه انا اجرب. وانا ما اعرف الصراحه والله العظيم الى يومك هذا ما اعرف هل انا كنت بابدا ابث لو ما قال لي او لا، لانه البيئه اوريدي قاعده، ناصر من هنا، ابراهيم من هنا، احمد من هنا، فلان من هنا، ابدا اجرب، فتراكمت علي الاشياء هذه وجربت. فللفريق هذا يعني يعتبر فضل كبير علي في بدايتي، يعني بديت حتى لو اني كنت سولو، مساله وجودي في الفريق ذاك يعني خدمتني كثير. وفضل الفريق هذا على بدايتي هو اللي خلاني بعدين مستقبلا لما صارت مشاكل كثير وصارت احداث كثير اتكتم عليها وخلاص اني اقرر امشي وانا ساكت، يعني ما اتكلم بخصوص المشاكل هذه. فكان في ايجابيات وكان في سلبيات يعني، وهذه كانت تجربتي يعني. عجيب والله، جواب منطقي. ترى انا ما جواب منطقي ودبلوماسي. اي دبلوماسي، فاهم اللي والله الفريق. أيوة. بس تدري يعني انا طلعت بسبب مشاكل، الناس كلها تعرف الشيء هذا، يعني صارت لي مشاكل والله العظيم ما هي مشاكل بسيطه، مشاكل كبيره مره 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 وانت تعرفها يعني. انتم خلف الكواليس يا جماعه الخير، الناس اللي خلف الكواليس تعرف يعني المشكله اللي صارت فعليا، بس انه متكتمين عليها اعلاميا وما ودي اني اطلعها اعلاميا الصراحه. احسن لك ولهم وللعشره اللي بينك. ايوه انا مقدر العشره ومحترمها مهما اللي صار، واذكر الفضل، انا اذكر الفضل يعني، حتى لو في مشكله كبيره برضو كان في فضل يعني. وكلنا والله العظيم الشهاده الله ان كلنا خدمنا بعض وكلنا قدمنا لبعض. ايوه هذا شيء معروف يعني، واضح للناس اصلا. واضح للناس. وانا اشوف انه افضل، فاهم، انه حتى لو كان في مشاكل تبقى شخصيه، ما تدري يعني يمكن بعدين تبقى لا شوف ممكن الجمهور لاحظت هذا الشيء مره ودائما الاحظه. مثلا يوم سعد طلع، يوم انت طلعت، يوم موي طلع، يوم ناصر طلع، الناس يقولوا اوه لا ايش الخيانه هذه وما اعرف ايش ليش، لانهم بس ما يدروا ايش الناس ما تدري الكواليس، الناس ما تدري. ايوه الناس ما تدري. وبرضه نفس الشيء انت ما تعرف ايش الاحسن له، فاهم بالضبط. يعني ممكن انت بعد كنت كويس معاهم اول سنه، ثاني سنه قلت يا عمي انا والله ما اشوف نفسي هنا، انا بمشي، فاهم، ومن حقك، ما حد حيبقى في نفس المكان طول عمره، فاهم. يعني الناس ما تعرف انه هذا الموضوع اصلا بزنس، وغير انه بزنس اذا مثلا البيئه اللي حوالينك تغيرت، يعني ما صار التعامل نفس التعامل، ما صار الشغل نفس الشغل، صح. ومو عاجبك انت ومثلا عقدك خلص، تقدر تمشي عادي. بس الناس هم مو فاهمين ليش، لانهم هم متعلقين. انت تبغى اجلطك ومتعاطفين مع الموضوع، تبغى اجلطك من كثر ما الموضوع حبي، والشيء هذا يعني بنيناه سوا كذا من ولا شيء حرفيا. ترى انا من يوم دخلت لين طلعت بدون عقد. بالله والله عقد ما فيه، الوضع حبي، الوضع فل ترست. اوكي الوضع فاميليست يعني كان. فاتوقع انه برضو هذه المشكله، انه احنا ما اخذناه بالتصور الصحيح حقه يعني. انا مشكلتي مختلفه تماما، يعني انا عشان اكون منصف واكون حقاني انا ما واجهت مشاكل. اوكي نهائيا. حلو. نهائيا انا ما واجهت مشاكل، بالعكس كانوا ولا زالوا احباب واصدقاء، لا من اداره ولا من صناع محتوى، اللي هم اخوان واكثر من اخوان. بس ان انا فتراتي مع باور كانت متقطعه، وكانت في كل فتره يحصل لي ظرف اضطر اني انا اطلع من الجهه واروح ارجع للعائله. كان عندي امور اكثر اولويه واكثر اهميه، فما حصلت الفرصه اني انا فعلا اشتغل بشكل واضح وصريح مع باور. حتى انا ما كنت اشوفك معاهم كثير اصلا. انا معاهم فقط اسم، وكنت معاهم فترات في بدايتهم وفي المنتصف، وفي حتى قبل ما اطلع انا كنت معاهم في القصر، وكان في بعض التصوير او سنابات وكذا، بس ما حصل فرصه اني انا اكون معاهم واجرب تجربه حقيقيه. بس الله حق انا ما كان في اي مشكله مزعلتني وخلتني انا اطلع، لا انا خروجي كان
المكان هذا ما اقدر انا اعطي فيه ولا اقدر انا اخذ منه، خلاص يعني وصلنا الى مرحله اني انا ما اقدر اعطي ولا اقدر اخذ. اي فحسيت انه ما تحس انك تقدر تعطي اكثر نهائيا، وما حسيت انه يعني خلاص ما يعني اقدر استفيد ما في ولا كيمستري. اقدر افيد. إيه. في كيمستري، أوكي. الشباب هناك في بيني وبينهم كيمستري عالي، هم اقول لك اخوان كثير كلهم، بس بشكل عام انا ما اقدر اعطي. ما هو بسبب مشاكل، بسبب خلينا نقول ما اقدر اوصفها لان صعب اوصف لك اياها، بس انه صعب ما اقدر اني انا افيد ولا اقدر استفيد. اوكي. وفي فرص ثانيه افضل لي انا سعد كسعد، حتى صانع المحتوى او عفوا المشاهد اللي بيشوفني، انت تبغى تشوف سعد، انت تبغى سعد ينزل المحتوى، انت تبغى تشوف سعد منطلق، فسعد صدقني هناك ما بيقدر ينطلق راحة يعني وداخليا انا ما أقدر. طيب سؤال، هل دخلت انت تيو عشان شفت زيد وناصر دخلوا تيو؟ دافع كبير لي اوكي. اني ان في ناس كانوا معي في باور والحين هم في تيو، فهذا شيء حمسني مرة اني اكون هنا. انا ترى غيرها- متاكد اصلا انه الجمهور ما يعرف حجم العلاقه يعني. إيه. هذا شيء انا متاكد إيه. منه. هذه ترى بس الجمهور ما عشان يعرف. نخلص النقطة وهذه لازم نتكلم عنها بعد شوي. خاصة زيد، بس فأعيد وأكرر ما في مشاكل كبيرة حصلت، ويمكن كان في سوء فهم وحاجات، بس إنها كمشاكل لا. الحاجة اللي كنا بنتكلم عنها زيد، يمكن الناس صدق ترى ما تعرف قديش هذا الشخص مرة مقرب، صديق عزيز علي مرة. طبعا أنا أشياء لازم تعرف، أنا صديق العائلة الجميلة اللي أنجبت الأخوان الجميلين ناصر وزيد. امي تعدى واحد منا والله. هذه يعني عائلة البودكاست قلب مدح يعني. لا ترى صدق. لا العائله حبيبي جاي لانه والله ترى اتكلم زي ما لانه ترى صدق والله الجمهور ترى ما يدري عن مدى حجم العلاقه، ترى ما اي انا يعرفها، عارف ما يعرفها واحد أبداً. يكون خويك مره خلاص مو مهم انك تطلع في لا السوشيال انا ميديا. اعلمك ليش، اعطيك الاسباب الحين. ايوه هذا الشخص يجيك الحين السبب حق تعرفت دخوله عليه برضه. حقيقة في عز انقطاعي على السوشيال ميديا. انا ليش قاعد طالع في الكلام ما اعرف البودكاست، معلش كني قاعد اكلمك. خذ راحتك عادي. فانا تعرفت على هذا الشخص في عز تواصلي او في عز انقطاعي من السوشيال ميديا، ويا اتعرف عليه اكثر وانا فعلا منقطع من السوشيال ميديا. كل ما العلاقة تكبر من 4 سنوات واحنا انا بعيد عن السوشيال ميديا، فانا ما اصور سناب ولا اصور يوتيوب ولا اصور شيء، فهو ما معي في المحتوى نهائيا. ايه فحرفيا الجمهور ما يدري ابدا. الجمهور ما يدري، ايه فيحسب الجمهور اني انا فقط انا وناصر اصدقاء، ما أوكي. يدري اني انا وناصر وزيد وزيد، كلنا اخوان أخوي. مره واصدقاء مره. فشيء مضحك ان صدق الناس ما تدري، وحتى الناس احس ان لما تشوفنا انا وياه مستغرب، طيب وين ناصر؟ فوالله السالفة؟ يوم دخلتي وما تعرفون قديش نشبت للولد هذا. إيه، مرة. ترى ما كان بيدخل برضه والله. أوه، بالله؟ ما تعرفها ما كان بيدخل. يعني هو انت كنت من الاسباب انه دخل؟ والله ما ادري لكن يعني هل هو من الاسباب انك دخلت تيو؟ انا رحت نشبت هناك لابو عبد الله. إيه أكثر من- انا عارف من- انا عارف من بس هذا. هل هو كان من الاسباب اللي دخلت تيو؟ ايه كبير، سبب كبير بعد الله. إيه. هو ومجموعه من الشباب، إيه. بس هو لا انا خليني اكون معك صريح، انا برضو نفس الشيء يوم جانا عرض تيو تقريبا شهر 12 ايه السنه اللي فاتت، كنا نتناقش انا وتوبس انه كيف بننقل الرياض، هل راح ننقل ما اعرف ايش. انا طبعا كنت رافض مره. أنت ما تحب الرياض. ليه؟ عشان تجربه سابقه قبلها؟ لا مو تجربه سابقه، آه. بس يا اخي ماني متكيف مع المدينه نفسها، فاهم؟ انا كنت اجي الرياض، كنت اجي مثلا شغل؟ اي شغل أي، يومين أمشي. وامشي. أي. حتى يوم كنت اجي شغل كنت اجلس في الفندق، اوصل اول يوم، اوصل الليل انام، او الصباح اشتغل في نفس اليوم هذا، الليل ارجع تمشي. أي، على طول فاهم. حرفيا. صارت كم مره، فاهم؟ الدرجه ما انت متاقلم مع المدينه. اي مره فاهم. فانا ما كنت يعني مقتنع مره، مع انه يوم تقابلنا مع بوتد وعبوط والشباب، فاهم؟ يوم عرضونا الفكره اوكي تمام، يعني انا كنت اقول لتوبس، كنت اقول له لو انت ما دخلت ترى انا ما راح ادخل. اوكي. فانا قلت كان قاعد يقول لي انه خلينا نشوف ما اعرف ايش. انا قلت له شوف، كان متردد هو. اي قلت له ترى لو انت ما دخلت انا ماني داخل، فاهم؟ انا ما ودي انه انت تكون في فريق ثاني وانا اكون في فريق ثاني، انا ما ابغى هذا الشيء. السيء لي لك ولي وقدام الجمهور، فاهم؟ انه دائما احنا مع بعض، فاهم؟ نصور زي كذا. فما ودي انه مثلا خويي ينشغل مع فريق ثاني وخلاص ننقطع، فاهم؟ وانا هنا، فاهم؟ هذا دافع. فايه. وبالنسبه يعني انا اعرف لو تبز معانا برضه حيفرق الشغل مره كثير، اكيد فاهم؟ اكيد ما شاء الله عليه ابو رياض. وفرق يعني مو تقليل فيكم شباب، فاهم؟ فاهم. لا وصلت لا هو بس انا اقصد انه أنا نفس الشيء، فاهم؟ انه لو خويي ما كان موجود هنا انا صراحه ما كنت حكون هنا صراحه. يعني لو هو راح مع فريق ثاني والفريق الثاني هذا قالوا بس نبغى توبس،
خلاص الله يوفقه فاهم، انا بكمل لوحدي صراحه. بس قلت له لانه ما ادري ينفع اقول ولا لا، بس يعني كان في عروض من فرق ثانيه، وانا يوم طلعت من الشركه هذيك قبل سنتين تقريبا وقبل سنه ونص شيء زي كذا، جاتني عروض من كم فريق يعني، وبس ما كنت ناوي اني ادخل صراحه. انت مهتم؟ اي غير مهتم صراحه. بس انا يوم جاني العرض حق تيو عجبتني الفكره، واول شيء انا تكلمت معاهم فيه غير بعيد عن الماديات ولا اي شيء انا تكلمت فيهم عن المحتوى، ايش راح يكون المحتوى حق الفريق نفسنا يعني، لان انا شايف المحتوى الموجود حق الفرق في محتويات كويسه وفي محتويات سيئه صراحه ما تعجبني ابدا، ما تناسب تناسب شخصيتك، ما تناسبني ابدا ولا تناسب شخصيتي بالضبط. فانا كان يهمني اعرف ايش المحتوى اللي راح نسويه، والحمد لله يعني المحتوى يحترم عقل اللي اي بالضبط. المحتوى حقنا يعني مو عشان فريقنا يعني، بس انه المحتوى حقنا والله جبار صراحه، من اعداد من انتاج، بالذات قناه الفريق يعني حاطين فيها جهد مره عالي. قناه الفريق لانه هو الشيء اللي بيطلعنا كلنا مع بعض يعني. فانه لو كان زيد ما دخل هنا وناصر، انا اتفق معك في هذه النقطه يعني. حتى اصلا حتى انا اصلا اول ما اجتمع مع الاداره حق التيو قلت لهم انه لو توبز ما هو موجود انا ما راح اكون موجود صراحه. وحتى يوم كانوا يتناقشوا معايا، انا جيت الرياض هنا وتوبز ما كان موجود، كانوا يتناقشوا معايا، انا عجبني الفريق، عجبوني الناس اللي شغالين، وانتم الشباب كلهم. انت ما كنت معانا وقتها بس لا تسوي قوي. انا اول ما دخلت الملحق قلت شو ذا وش جاب هو قاعد بالطريقه هذه، ما ادري ان الحين انا ترند ثاني. والله ايوه صح علي وقت التصوير. والله الحمد لله انك معانا. شوف ايوه الصراحه يوم كنت اكلم ابو عبد الله عشان سعد ما يدري اصلا، سعد ما يدري ان انا كلمت ابو عبد الله انه يدخل، وانه ما يدري انه بنتفاوض معاه ولا يدري عن الاشياء هذه كلها. والله الحمد لله يا ولد لو ما كان مين الترند الثاني. اقسم بجلال الله يا ابو هند كنت اروح لابو عبد الله كاني اتكلم عن ميسي حرفيا ميسي. والله يسلموا، والله كاني اتكلم عن ميسي. ما شاء الله تبارك الله، اول مقطع نزله وضرب، ثاني مقطع نزله الحين ترند الثاني، اشياء كثير قاعده تتغير. حتى والله العظيم في ميزه يعرف يجمعنا. هذا شيء ترى والله في ميزات كثير. والله مو شوف انا الكلام هذا ما قلت له لابو فايز، والله احب انا الكلام، بس والله انه دخوله للفريق سوى فرق كبير. انا ما شوف، انا صراحه يعني انت المحتوى اللي تقدمه بعيد عن المحتوى اللي انا اشوفه والمحتوى اللي انا اسويه، فاهم؟ مره احنا مره بعيدين عن بعض، فاهم؟ بس والله يوم دخل اني مره انبسطت انه كشخصيه الادمي مره رهيب، والادمي كذا يعطي طاقه جميله في المكان، وادمي محترم ورهيب. لا تصدق بقى شوف نفسه عشان ترند ثاني قاعد يقول عشان ترند ثاني. نشر ترند ثاني. والله يسلموا. الحين اسوي اشوف قناه النجوم. ابادركم كلكم نفس الشعور. وبرضه كمان قاعد اقولها دائما، الحمد لله انا توفقت مره توفقت. ترى عشان برضه سالتني قبل شوي انت او كنا في نقطه ان انت ليش طلعت او ايش اللي خلاك تطلع. ترى احد الحاجات كمان اللي في بالي غير الدوافع، ان في زملائي اللي كانوا معي الفريق اول موجودين هنا، ابو محمد زيد وناصر ومودي الصغير، باقي احد نسيت. اللي كنت تعرفه لا ابو مخ ما كنت تعرف، ما كان في احتكاك، يمكن مرتين قبل احتكاك مره اول يعني كثير، كنا نعرف بعض بس مخ شايف نفسه. هو اللي شايف نفسه. ابو مخ شايف نفسه علينا كان. وغير صحيح الكلام هذا. الزبده كنت ودي اقسم بالله يوم عرفت الشخصيات اللي موجوده، انا اعرفكم من قبل ما ابدا في المجال. هنودي، ابو رياض، توبز، ابو ترك لا توه، بس ان هذول انا اعرفهم من زمان. كان من احد الحاجات اني ودي اشوف، ابغى اتعرف على اشخاص جديده، اشتغل مع ناس جدد، اعطاني دافع كذا، احس شيء حلو. صح. فعلا جيت ودخلت ويا لبه، اقسم بالله ان ربي وفقني. ناس يعني جميله خفيفه لطيفه، و ان شاء الله. بس ترى بكره تصوير يعني، ابشر من اليوم. ما نبغى الترند الثاني. ابشر والله على طول. مشاهدات يا ولد، مشاهدات خلاص. والاول ترى نزلته كان الاول يعني. جل بس بجي بكره اول واحد. يحسبك وافي الغبي. لا والله يبشر. اقصد انك على نياتك والله يبشر ابو فايز، بس محترم تعطي جوله. بس شوف ترى ما مركز، قاعد طالع فيك بس انا قاعد انقهر من الحركه ما بتسويها. بس بعدين بشيله. بس على السالفه هذه، ليش جاتك فترات مره كثير انقطعت فيها عن قناتك؟ اوكي، شرح مقطع يوتيوب كامل ايش اللي حصل، بس ما هو كل حياتي. شرحت بس الانقطاع اللي كان بعد موسم الجيمرز 2022 وبعدها. قبلها كان في عندي كانت عاده مره سيئه. علوم سالفه السجن.
سنتين لا يا اخي استر علينا انت بعد الله يهديك. لا احس جاء الوقت اللي يعرفونه بودكاست يحمس يا اخي بودكاست بس ما نعلمهم اللي كنت مسجون يا اخي. خلاص عواف ما يبغى يعلمهم. نرجع لمحور حديثنا. لا صار بجد قوي نحطه في العنوان. نبغى حقيقة يا عمك لا مو حقيقة ابدا. طيب ايش الحكم؟ الله لا يخارج. لا مو حقيقة بس انه نسيت حتى ايش كنت بقول. ايوه انه هذه قلت إيه بعد موسم هذه القصة شرحتها بس قبلها ترى كان في انقطاعات برضو مرة كثير. صار الموضوع هي سحبة دائما، ترى السحبة الأولى تفتح باب ويفتح الاستحباب باب الثاني. مش طبيعي. اي عارف. وهذا شيء أنا مرة تعبني لدرجة إنه كانت ثقيلة علي مرة الرجعة الأخيرة، هذه الرجعة تيو. كنت قاعد أقول يا أخي أنا كل مرة أرجع أول كنت دائما أتعذر لهم ودائما أعطيهم عذر ودائما يعذروني. بس الحين هذه الرجعة مرة حقيقية أكثر من كل رجعة قبل. بس خلاص الناس ما بتصدقني، أنا لازم أصدق أتكلم بس أنت صار لك ظرف إيه فجأة كذا في وسط النقاشات والتوقيع وما أعرف إيش فجأة أبو فايز سوى حادث. ترى إحنا كنا لسه ما شفنا أبو فايز ما اتكينا معه. عاد العلوم إنه يعني أنا كنت موقع ترى يعني مدة الحادث يعني أنا وقعت العقد خلاص، أنا موقع وبعدها فترة ما أعرف والله بالضبط كم يوم بس يمكن يوم أسبوعين مباشر صار الحادث. أنا كنت في هم إني يا الله أنا توني راجع ومخلص كل ظروف حياتي وببدأ أشتغل، فجأة يجي هذا الحادث. بعدين قلت خلاص الحمد لله، وقاعد أفكر برضو في الجهة الثانية. الحين ابو عبد الله والشباب يا ام الليل تونا موقعين مع هذا والحين بالمستشفى. اي اتذكر انا يوم قالوا لي ابو فايز سوى حادث دباب، قلت كيف؟ ايش سوى هذا؟ فاهم؟ ايه يعني يستهبل هذا، فاهم؟ احنا لسه ما شفناه. قالوا لي والله سوى حادث وانكسر قلت الله اكبر. ايوه هذا الشيء اللي انا كان تعبني. ترى جالسين مع بعض، هو مشى دقيت عليه بعد 5 دقائق قال لي سويت حادث. يسولف يا ولد صوته طبيعي. ترى مو انا اقسم بمن حل القسم اني لا اذكر المكالمه ولا هو انا، وانصدمت. بعدين اكتشفت اني حاط رقمه عشان برضو نوضح للمشاهدين قديش علاقتي مع هذا الشخص مره مقربه. حاط رقم طوارئ ومو ايه ولا الناس اللي حولي دقوا في سيستم في الابل واتش. كنت لابس ابل واتش مباشره لما يشوف في تغيرات في التنفس والنبض والحاجات هذه يدق تلقائي. فتخيل انها هي عطت كول مباشره بعد الحادث بدقائق اقل من دقيقه، حتى مباشره دقت على زر الساعه. وليش لا الا انا اللي دق عندك علي انا اللي دق. خلني اقول لك لان انس يقول لي فجاه لقيتك قاعد تتكلم، كنت احسب ان الساعه اللي دقت. ايوه بس صدق انت في الطوارئ موجود. وشوف الجلطه اصلا يعني هو كان احنا مع بعض اصلا طالعين مع بعض. فهمت؟ انا في سياره وهو في الدباب، لاني ما احب اركب الدباب بيكسر فخذي وانا راكب عادي كذا متعب يعني. مره متعب. هو مشى من عندي وانا راجع الفيلا هنا خلاص، هو بيروح البيت ينام. كويس يا ولد. انا فجاه جاني شعور غريب اللي خلني ادق عليه بعد 5 دقائق من يوم تحركت، وادق على ابو فايز. شعور والله غريب كذا، قال لي دق تاكد شوفوا وينه وش صار عليه، مع انه 5 دقائق اكيد انه ما وصل المشوار للبيت. كم 40 دقيقه المفروض 35 دقيقه عشان يوصل. بعد 5 دقائق ادق عليه يقول لي لا ارحب زيد. صوته ما في صوت هواء حق الدباب، بالعاده يرد عليه وهو في الدباب في هواء وفي كذا عارف. يرد عليه قال ارحب زيد، صوته طبيعي صح الولد والله ما اذكر ما في اي مشكله. وارحب فايز ها كم باقي لك وش فيك ما وصلت ولا وصلت مسرع؟ لان صوته طبيعي مره. قال لا سويت حادث بسيط كذا بالنبره. والله لا سويت حادث بسيط كذا بس الحين بشوف وش الوضع بقوم بالدم. حادث بسيط شيل له واحد ينتقل الجوال من يده. يكلمني يقول لي خويك خايفين نحركه يمكن عنده اصابه ظهره. قلت هاي وينكم؟ قال دي راب. واحط رجلي وصلت عنده يا ولد الا الولد منسدح، الارض كلها دم، رجل اليمين رجل اليسار، شيء غريب اللي قاعد اشوفه. وقتها كان وجه غرقان خوذته مرميه يا ولد. ويكلمني طبيعي. هنا انجنيت عرفت اللي قمت اتهاوش مع السيارات، اصحاب السيارات اصفق القزاز اللي ما يفتح كذا يوخر كذا. انجنيت. بعدها صارت الاحداث اللي قالها هو في ما اذكر. انا ما اذكر ولا شيء من اللي قاله، لان يا اخي اتذكر حتى في الحادث ذاك صدق ما اتذكر الا مشهد واحد. اني فتحت عيوني بعدين فجاه اشوف العالم زحمه والدنيا لونها غريب، ما هي نفس اللون الطبيعي. فرجعت نمت. لا ما رجعت نمت، ودني نمت. شفت دبابي واقف قلت الحمد لله اجل انا سليم ودبابي سليم. بس حاولت اقوم ويجي واحد في المقطع اللي نزلته الحين الترند الثاني. في واحد السعوديه. اي السعوديه. قال لي في واحد انا قلت اسمه ابو العيال هذا
كان فوق راسي وشافني بس حركت راسي كذا، قال وبدا يصايح علي كذا بدون اي سبب، بدا يصيح لا تتحرك لا تسوي انا قمت رجع انا قمت على طول ودني انسدحت حتى على طول اغمى عليه مباشره كذا تلقائي. انا ما اتذكر ولا شيء كذا بوف تليبورت. انا في السياره، انا في سياره الاسعاف كذا تي بي حرفيا، انا تي بي في سياره الاسعاف صاحي كذا، وقدامي جنبي مسعف وقعدنا نسولف ويلطف الجو لين ما رحت المستشفى. بعدين هنا جت الصدمه وايش الكسور اللي عندي وايش الامور هذه. الحمد لله عدت يعني، الحمد لله ربي سلمني الحمد لله. لا اشوفك تركب دباب مره ثانيه. لا ايش دعوه بس صلحها وانت تطلع ان شاء الله. اعطيني هو الدراج ريس اعطيك هو. اعطيني هو عشان ايش؟ انا انزل قصه الحادث حق الدباب عشان اصير ترند ثاني. طيب انا عندي سؤال. انتم اغلبكم بدا ستريمنج قبل يوتيوب صح؟ اوه صح. يلا لا تخليني اصيحتك. طيب هل تعتبروا نفسكم ستريمرز اكثر خلال مسيرتكم للان؟ هل تعتبر مسيرتك ستريمر اكثر ولا يوتيوبر اكثر؟ انا اشوف ان المنصه اللي سوت فارق تسوي فارق في حياه الشخص. شوف ما بكذب عليك، الستريمينج احنا كلنا قاعدين نسوي الشيء هذا لسببين. اول شيء شغف وحب للمجال هذا وانك تكون قريب من الناس، والشيء الثاني الحالة المادية. صح. إذا ما تدري ترى الستريم يدخل لي أضعاف 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 اليوتيوب صح. حلو اليوتيوب الستريم يدخل لي مرة كثير. طيب ليش؟ لكن إيش أشوف أنا؟ أشوف إنه أصلاً اللي خلى الستريم يدخل لي أضعاف هو اليوتيوب. هو اللي اليوتيوب هو اللي خلى الناس تعرفك أكثر. اليوتيوب عرف الناس عليك وتصير مهتمة فيك أكثر وتبغى تشوفك أكثر. فأنت يعني اليوتيوب منصة تنشر. فأصلا تعرف إيش يسوي الأجانب؟ الأجنبي يصير مشهور في الستريمينج، بعدين ياخذ الجمهور هذا اللي جابه في الستريمز يحوله على اليوتيوب. وحتى قد سمعت لوغان بول أو كيساي يقولها إنه أغلب الناس ياخذوا الستريمينج، تسوي ستريم يخلص ياخذ الجمهور اللي عنده يحولهم على يوتيوب او على المنصات الثانيه. فاهم؟ وانا اشوف الستريمينج مره شيء قوي ومره يقرب الجمهور لك، لانه انا جربت الستريمينج التواصل مباشر معهم. اي انا جربت. انا في ناس كانت تتابعني بس لاني كنت اسوي ستريم، كنت اسوي ستريم على قناه الجيمنج، كنت اسوي ستريم كل يوم حرفيا ايام 2020 2021 وانا كنت مره مستمتع. بس انا ما ادري هل هو نفس السبب اللي جاكم انتم ولا لا، بس نفس السبب اللي جاني. انا جاتني فتره خلاص قلت يا عمي انا ما ادري اسوي ستريم، خلاص زهقت طفشت، زقت معايا مره. خلاص انا ما بقعد 3 ساعات 4 ساعات كذا ضاع على وجهي واقعد اسولف، ومرات ما عندي سواليف، مرات كذا خلاص ما ابغى اسولف، ما ابغى العب، ما ابغى اسوي. هو مجهد اكثر بكثير من اليوتيوب. مره مجهد. فانا يوم اشوف واحد لسه يسوي ستريم مستمر ستريمينج انا مره احترم هذا الشخص صراحه. فانا ما ادري عنكم هل هي نفس الاسباب اللي كانت عندكم ولا لا؟ عشان توصل لهم سالفه مجهد يعني بدون مبالغه عزيزي المشاهد. يعني انت لو تسوي شغله او وظيفه تداومها 8 ساعات، الساعتين في الستريمينج مجهده اكثر. صح والله العظيم انها مجهده اكثر، لانك ممكن في 8 ساعات هذه في ساعه او ساعتين او 3 ساعات انت ما انت قاعد تسوي شيء، ممكن عندك بريك. بس انت 3 ساعات او 4 ساعات خلينا نقول او ساعتين انت لازم تخلي المشاهد معاك فاهم طول الوقت بالضبط. ومركز، ولازم تسوي اي شيء مثلا او تتفاعل فاهم مثلا مع تعليم. قد جربت اشتغل 8 ساعات في حاجه يعني او اصور مقطع وكذا، واجرب بث ساعتين. البث ساعتين متعب جسدي ونفسي اكثر من 8 ساعات اجهاد. يجيني شعور الاجهاد. انا النقطه اللي ردها قال الاولى اتفق معه 100%، بس الشيء اللي يخليك ما تستمر وتكمل هو اصلا اللي يبث. بالنسبه لي اشوف عشان سببين يمكن او 3. بس يا اما انه شخص حاب الشيء اللي قاعد يسويه فحاب يشارك الناس، يا اما انه الشخص طبعا حاب شيء يسويه يعني، يا اما انه قاعد يلعب لعبه وهو حاب اللعبه وهو مبدع فيها ويبغى الناس تشوف لعبه. ما يهم ايا كان وش قاعد يصير في طبعا الناس اهم شيء هو مبدع ومبسوط خلاص. او شخص حاب يسولف او حاب يسوي اي شيء وينتظر ماديات، ينتظر اقبال عالي، ينتظر ارقام عاليه. فاذا ما لقى ما في لا هذه ولا هذه خلاص فانت ما راح تكمل. فتخيل شخص قاعد يبث ويسولف مع الناس، شخصيته حلوه، الكاريزما عنده جميله، وقاعد يجي مثلا دونيشن 100 1000 100 مشاهد، او بدون خلينا نقول بدون الفلوس. الارقام برضو ارقام الحاجه قاعد ترضي ترى النفس. ارقامه قاعد في ارتفاع وفي تزايد. هذا شخص بيستمر بيكمل لانه بيشوف المشاهدات قاعد ترتفع، او حتى لو انها ثابته على رقم كويس كانه الحافز اللي يخليه. ونفس هذا الالعاب ان الشخص هذا قاعد يلعب وهو اوريدي يدري في نفسه ان انا بث ولا بدون بث انا بلعب، لان انا حاب اللعبه وانا مثلا برو بلاير مثلا اخليها بث. فخلاص بدل ما انا ما اخليها بث، فهو ما ينتظر عائد او ينتظر ارقام، هو بيسوي اللي او حتى واحد قاعد بيختم لعبه بالضبط برضه هو انا بلعب خلاص خليني العب بث. صح فتلقاه مستمر لانه ما في ضغط عليه اصلا. نرجع لمحورنا.
هل انتم تعتبر نفسكم كنتوا ستريمرز اكثر او يوتيوبرز اكثر؟ انا ستريمرز اكثر بمليون مره. اوه انت تعتبر نفسك ستريمر اكثر؟ انا كنت ستريم حاليا، انا لي 7 شهور ما بثيت او لا 6 شهور ما بثيت. في الكير حقك خلينا نقول في الكارير حقي من يوم ما بدات للان، هل تعتبر نفسك ستريمر اكثر او يوتيوبر اكثر؟ ستريمر اكثر. هل انت نفس الشيء؟ لا ستريمر اكثر. احس كنت والحين لا. اوكي. مو معناته لا اني لا، يعني ترى انا بديت حياتي ستريم. انا عارف شكل حتى ما بدي يعني، حتى عشان تعرف اول بث لي كان يوتيوب. في البدايه ما كان في ارقام، بعدين مباشره بعد ما بس اسبوع من فتحت قناتي في اليوتيوب بديت ابث فيها مباشره 2000 فيوز. اوكي. 1000 مشترك 2000 مشاهده ما شاء الله. مباشره على طول. ما شاء كنت العب فورتنايت وكنت اعرف العب وكلهم جوك من الستريمينج. بديت حرفيا من معليش من البثوث، واحس ان البثوث ترى انا اعشق البثوث، انا مره اموت فيها. طب ليش للان ما سويت؟ متى اخر بث سويت؟ بس لان انا في كل مره ارجع للستريمز قبل اليوتيوب، فلما انا ارجع يصير الشات عندي كله ما ترجع، ما تنزل مقطع يوتيوب، ما تنزل. اوكي بس انت الحين رجعت. الحين رجعت بس. هل راح ترجع للبثوث؟ ايوه برجع 100%، بس ابغى ارتكز، ابغى اخلي جدول التصوير مقاطع وجدول تنزيل مقاطع واهتمامي باليوتيوب يكون عاده عندي، لان اذا صارت عاده انا خلاص ما بيصير الشغل عندي ثقيل. فالستريمز عندي شيء مره سهل، انا متعود عليه من سنين، فعادي ارجع افتح زر اللايف او اشغل الاضاءه بسم الله السلام عليكم وابدا بس خلاص العب جراند، العب فورت، العب اي لعبه. بس اليوتيوب يحتاج اعداد، يحتاج تصوير، يحتاج تجهيز، يحتاج مونتاج، مخ صافي تفكر في افكار. افكار. فخلني بس اجهز العامل الاساسي اللي قال قبل شيء زيد، اللي هو بيزيد ارقامي بيعرف ناس علي اكثر، فبتصير مشاهداتي اعلى، الناس تبغى تشوف بثوثي والى اخره. طب لو بترجع بثوث قريب مثلا متى الفتره؟ قلتها اتوقع قبل امس لزيد. اتوقع من 10 الى 15 يوم وانا خلاص فاتح زر اللايف. اوكي. وش راح تبث؟ كل شيء انا راح اسويه وانا ماني باث. يعني انا روتيني اذا مثلا عندي ساعتين العب فيها ساعه، انا العب جراند، العب فالو، العب فورتنايت. لا فورتنايت والله من ساحب عليه، بس العب اقوى ايم في العالم فالو. شفت انا اليوم العاب عاديه يعني. شكرا يسلم. كذاب كذاب. انا قلت لان صدقت كلامك. كذاب ولا سيء. هو لعيب باله، لعيب امورتال يعني اعلى رانك في اللعبه تقريبا بعد اليوم شاف واحد جولد. بس اليوم هي مضايع، هي لعبه ما يمديك تخلي مستواك ثابت فيها اصلا الا اذا انت ماخذها الدوام. اخر مره لعبتها قبل سنتين. هي لعبه تذبذب غصبا عنك يعني فيها، الا اذا انت في تيم برو بلاير وكذا. اي انا برو بلاير في تيم. يب صح. تي ودول برو بلاير ايش وصل؟ نرجع لموضوعنا اللي هو ان اي شيء انا بسويه بدون بث بصير اسويه بث، بس ما راح يعني أسوي خلاص الرجع مع شويه تجهيز يعني. اي رجع البثوث قريبه عشان ما يكره البثوث هو يسوي كذا. لا ترى انا متفاهمك، لانه انا لي فتره من قبل شهر ونص او شهرين قاعد اقول للناس برجع اسوي ستريم شباب. ايه برجع اسوي ستريم. شكرا. انت قاعد تلمح يعني. برجع اسوي ستريم الاسبوع هذا بسوي بس ما في ستريم. ترند في البثوث. ها ما في ترند في البثوث يا ابو انت. لا ما له دخل. لا هو يحسبني قاعد يطقطق. لا اتكلم من جد. لا انا لي شهرين. لا ادري انك صادق، قال لي قاعد مبزر عليك. يقول والله برجع شباب يلا الويكند ما في هذا. صمله. ايوه ما في صمله، لانه يا اخي هي لو ما جت من النفس صعب تجي يا اخي. صعب مره. بس يوتيوب لانه انا متعود طول حياتي يوتيوب، وانا ما اقدر انا اذكرك من يمني بزر وانت ما شاء الله إيه ما كان عندك حتى شنب وقتها. لا لحيه بس شنب موجود من زمان. لا الظاهر انه كان ما في شنب بس فيه هنا. لا شنب جت فتره كذا صدق. لا شنب مرة. ليش قررت تفتح الموضوع هذا؟ لاني اعرفها. عايز تقول اعرفك من زمان يعني. ابغى اتذكر اول شكل شفته فيك انت تقول ايش في هذا مسوي كذا. لا والله شنب من زمان موجود. متابعك من الطفوله ترى ابو حمد. والله يسلمك. الحين معاكم 60 شايف. انا على فكره والله ودي اسال سؤال، ما ادري السؤال هذا عادي ولا لا، ولا بتقصه ولا بتقصه. كنت رابر ايه سحبت على المجال هذا. ايه هل بيجي يوم من الايام ممكن ترجع لهذا المجال؟ مستحيل. انا كرهته من الداخل، كرهته كره بشكل ما تتصور. هل بسبب اشخاص؟ لا بسبب كلام ناس ولا لا مستحيل بسبب اشخاص. مستحيل. انا نظرتي للمجال نفسه تغيرت. المجال هذا ما يلزمني. مو بلك يعني تحسه. لا مو انه انا ما ابدع فيه. اوكي. انا ترى وقفت وانا كان عندي مشاريع، وانا اصلا كنت موقع مع شركه. يعني انا خلال سنه ونص حققت كل اللي اتخيل اني احققه في مسيرتي هذه في سنه ونص. اوكي. في سنه ونص وقعت مع الشركه، رحت ستيجات، سويت حفلات وما اعرف ايش. بس انا يوم كنت اسويها انا كنت ابغاها، بس يوم صرت اسويها انا ماني راضي عن نفسي، فاهم؟
حتى يوم كنت اطلع على الستيج قاعد طالع، انا ما كنت ابغى هذا الشيء. اوكي. انا كنت اتمنى اني اسويه، بس لما شفته قدامي انا ما ابغى هذا الشيء صراحه. انا ما ابغى هذا الشيء ولا ما عرفت لين شفت الاشياء المكان قدامي، هذا. اي فاهم. يوم شفت المجال بشكل اوسع من الداخل، فاهم، ما ابغى هذه الاشياء صراحه، ولا اشوف انها تنفعني ولا اشوف انها تمثلني، فاهم. اوكي. فحسيت انه خلاص انا ما عاد ابغى اكمل، ومن ربنا يعني. بس عادي انك مثلا ترى يمسني كلامه، يمسني بلفه. لا انا عشان كذا اسمه السؤال. بس عادي اشوفك بعد فتره باغنيه مع زيد مثلا. مستحيل. مستحيل. انا ليش داخل المجال هذا؟ لان انا اعشق الكتابه، احب اكتب. إيه. حلو صح. انا اتلذذ صح. في الكتابه، وهذا هو السبب اللي خلاني ومستعد اني انزل اغاني وما اطلع اي ستيج. لو عرضوا لي فلوس عادي ما يفرق، او طلعت ستيج ما يفرق. مو مهم، مو هو الشيء اللي يخليني قاعد اسوي. اللي يخليني قاعد اسوي ان انا اعشق المعاني. صح. انا الكتابة. نفس الشيء. انا لما كنت اسوي اغاني كنت اقعد اخر الليل كذا اكتب، ويجيني افكار كذا في مخي، خلاص اقعد اكتب مره كثير. حتى في اشياء ما نزلت ترى، اشياء مره كثير. اكيد لازم كل واحد يكتب عنده اشياء ما حد يقراها وسمعها. كتبتها كثير وتجيك كذا فجاه توقف، تسحب على المشروع هذا، ترجع بعد 2-3 شهور وترجع تكمل كتابه. والله وانا بكمل وما اعرف ايش فتكمل زي كذا. انا مره كنت احب الكتابه. انا كنت اكتب اغاني من وانا عمري 16. كنت اكتب حتى من قبل لا اصير مشهور ولا اي شيء، بس كنت اكتب مره كثير. كنت مره احب الكتابه، فاهم. اكتب اشياء مره كثير تقدر تعبر عن نفسك مره اكثر، فاهم. بس بعدين هو صح شيء انا فقدته الان، اني ما عاد صرت اقدر اعبر عن نفسي اكثر لما وقفت اغاني. اوكي. ترى كنت يعني في اشياء انا اكتبها في نفسي مره، عارف، فرغها وكنت بس افرغها في الاغاني. يوم تجي اغنيه اكتب من قلبي. احس الموضوع ذا يبغى له بودكاست لحاله. اي بس الكتابه والله احس انه جامد. اي بس كنت اكتب من قلبي حرفيا. يوم اجي ما اكتب اي كلام كذا انا ما اقصده، او انه يلا بس عشان القافيه، لا والله كنت اكتب من قلبي مره، عارف اللي يوم اكون حزين انا مره حزين وانا قاعد اكتب، فاهم. يوم اكون مبسوط انا اكتب وانا مبسوط، يوم اكون متحمس فكنت اطلع مشاعر مره كثير من داخلي. حتى يوم اصلا نزلت اول اي بي كان البوم صغر، سميته مشاعر لانه فعلا كان مشاعر، فاهم. كنت بنزل بوم اسمه كذا. يعني تقليد. ايه واضح. شوف من زمان وشيك ما تصدق. من يوم ايش؟ من يوم كان شوي. لا بس وقتها كان والله انا حبيت الموضوع هذا. بس خلاص انا حسيت انه ما عاد ابغى اشتغل. شفت يقول حب الموضوع، يعني والله يبغى له يعني بودكاست خاص. لا يعني موضوع الراب والكتابه. لا انا ما ودي اغني. انا كان ودي اسال ان انا ابوي ما شاء الله كاتب بالنسبه لي اشوفه عظيم. ابوي ترى ابوي كان يكتب بشكل مش طبيعي، وعندنا يمكن دفتر كذا كله قصايد ما شاء الله. ما شاء الله. الوالد يكتب وفي منه من العائله من الاخوان اخذ الموهبه اللي عند الوالد هذه، اخذها من الوالد. فانا ما عندي الفن الكتابي والتاليفي اني اقدر. عندك فن الاخراج والتصوير. والله يسلمه. فن بيع الكلام. ليش يعني كيف الواحد ممكن يكتسب اذا ما جته موهبه؟ كيف يقدر الواحد يكتسب؟ ممارسه. يعني عادي تقدر. انا ما ادري اذا كانت موهبه ولا شيء اكتسبته. احسها موهبه الموضوع. لا يوم كان عمري 10 سنين اذا امي صفقتني صفقت اخواني يروحون يبكون، انا اروح اخذ ورقه وقلم واكتب. امي صفقتني اليوم يا الله والله انا زعلان. يعني فضفض. ايوه اسمع. امي اعطتني كف لو اني في الدوام بسحب الملف. تدري اول في الشارع وشايل الخف. تدري اول قصيده كتبتها عمري 15 سنه. لا امي اعطتني كف. لا بس يتطور الشيء ذا، يعني احس الممارسه تقدر تطور الشيء ذا يعني. انا اول قصيده اتوقع موزونه لي عمري 15 سنه، موزونه خلاص موزونه، بس من عمري 10 سنين 11 سنه وانا اكتب اصدم. بديت شعر قبل الراب. انت مره مختلف عني. لا انا بديت مو انه انا الولد الكول، بس انا بديت اكتب بالانجليزي قبل لا اكتب بالعربي. فانا اصلا عندي يوم كنت اكتب حتى في الكتابه، لانه انا تعودت اني اكتب بالانجليزي. ليش؟ لانه انا كنت اسمع امينيم. ايوه تاني بقول مين كان يلهمك. امينيم كان بالنسبه لي مره ملهم بشكل مو طبيعي. ملهم العالم كله. بالنسبه لي للان جدا يعني، حتى لو انه كبر والناس يقولوا الاغاني الاخيره مو مره، بس انا بالنسبه لي كشخصيه نفسها انا ترى ما حبيت امينيم لانه يدس الناس ولا لانه كان ساطي ولا لا. انا مره حبيت امينيم يوم سوى البوم ريكفري وكيف حارب الادمان وتغيرت حياته. مع اني كنت اسمع الالبوم هذا وانا عمري 15 ولا 14. اوكي مع ذلك اثر يعني. مع ذلك استوعبت كل شيء فيه. ايوه استوعبت قصه حياته. مع ادراكك كويس انت يعني. مع اني لسه الحياه ما شفتها اكثر ما انا شايفها الحين، بس انه قصه حياته كيف تشوف انه
حارب الادمان وكيف كان بيموت وما اعرف ايش صار له في حياته، كان بيحارب الموت ورجع اقوى من اول، فاهم؟ الشيء ذا مره وغير حمسك جدا حمسني. وهو اصلا انا ليش كنت احب امينيم وما كنت احب بقيه المغنيين الراب الثانيين؟ لانه هو مره كان حقيقي وكان يتكلم على مواضيع ممكن اي احد يشوفها في حياته او انه يستلهم منها، غير الباقيين كانوا يتكلموا على فلوس، سيارات، بنات، ما اعرف. بينما هو لا يتكلم عن مشاكل. هو لا كان يتكلم وبطريقه رهيبه، من واقع وبطريقه الخط. ايوه بطريقه رهيبه. فامينيم اللي خلاه يعني يضرب، خلاه مشهور، لان الناس يقولوا والله امينيم هو مين ستريم وانه اي احد يسمع له. هو صح، بس لانه هو عرف كيف يوصل للناس بمواضيع مختلفه عن اي احد ثاني. يعني زي اغنيه ستان اللي ما توقع احد ما حد سمعها بطريقه رهيبه، واغنيه لوز يور سيلف اللي ما حد ما سمعها في العالم، كله اوسكار تتغنى. وبرضه فيلم 8 مايل. فكان يحكي لك على معاناه شخص انت ما تعرف ولا قد شفته ولا تدري عنه، بس انت عارف عايش المعاناه معاه هذه من خلال الاغاني والكتابه. فانا هذا كان اكثر شيء ملهمني في المجال. وهو كان من اكثر الشخصيات اللي الهمتني يعني صراحه. يعني شخصيات مشهوره. طولت في انك بس تغني انجلش؟ لا في البدايه كنت اكتب بس انجليزي، بس بعدين كنت اكتب بعربي. بس خلال مسيرتي اللي انتهت في الميوزك انا اشوف انه كنت انا بالانجليزي احسن من العربي مره بكثير. اوكي. مره سمعت كل اغنيه اللي كانت اجريسيف كذا صوتك مره عالي فيها بالانجليزي كانت حلوه والله مره. فكنت اعرف فلوك بعد افضل من العربي. ايوه ليش؟ لانه كنت اسمع انجليزي اكثر. اوكي. لان اصلا كنت اسمع انجليزي ما كنت اسمع عربي مره. هذا اللي صار معي في الميوزك. بس هل في رجعه؟ مستحيل. انا خلاص لا يمكن تركت هذا المجال خير وشر صراحه. لا يمكن. والله يوفق اللي فيه. عقبال بعض الناس. الله يوفق اللي فيه يعني، الله يهديهم. بس شو ما تبغاني اروح؟ لا ليش دعوه، خليك. ما نقصدك ما نقصدك. لا ما نقصدك انت يعني. ابدا ما نقصدك. اللي فيه يعني اي واحد. بس اي واحد فيه يعني. ويهديهم ان شاء الله. ان شاء الله اللي فيه. اللهم امين يا رب. حابين نضيف شيء يا شباب ولا لا حابين تقول شيء؟ بس الله يهدي اللي فيه يعني. اي والله الله يهدي. الله يهدي اللي في المجال. اي والله الله يهديه. استمتعنا والله في وجودكم. لحالك يا رب. لحالك. وش كنت تقول انت؟ لحاله استمتع. شكرا لكم يا شباب في وجودكم في الموسم الجديد من بودكاست. وصلنا للنهايه؟ اي وصلنا للنهايه خلاص. تبي تسولف لمتى يعني؟ اللي بيتفرج شوف، اللي قاعد يتفرج الان كم لنا بعدين؟ شوف اقسم بمن خلف كويس كم لنا بعدين؟ احس بالوقت ساعة تقريبا. ساعة ودقيقة كذا ساعة. بس اللي قاعد يتفرج اللي انا نشوف، انا شايف واحد من والله العظيم تدري نام. اقول لك شيء. نام هو يتفرج. اقول لك شيء يعني سوالفنا مملة يعني. والله اني حسيتها دقيقتين اقسم دقيقتين 20 دقيقة. ترى شوف انا ليش سويت بودكاست؟ لان انا ترى احب اسولف. لو عجبتني السواليف بنكمل. بما انه بودكاست وسوالف وكذا خلنا اقول لهم صدق يا جماعة الخير ترى ما يسكت. هذا ما يسكت. ابغى احب في الكاميرا برا الكاميرا ثالث لوك. الشيء الوحيد اللي يسكت اذا قاعد على الجوال. اذا قاعد على الجوال معناته يثرثر في الجوال ترى. والله بودكاست اختيار موفق صراحة. شيء لازم تبدأ. واختيار موفق في الضيوف. والله العظيم. والله يسلموا صراحة. الضيوف لهم الشرف معك يا ابو هند. حبيبي جميل والله. بس ما عندك جوال قبل لا ننهي. لا يداس عليه صح انت الوسط. في الوقت الساعة كم يعني؟ تعرف عندي اشغال ثاني، ترند ثاني. اوكي لا حقك. اي فانا عندي امور ثانيه مهمه يعني. يا بس استمتعنا ان شاء الله حلقتنا ترند. وربي زبد. بس كذا تنهي. يعطيكم العافيه يا اخوان على المتابعه. كان معنا الاستاذ ابو فايز وزيد. يعطيهم العافيه ونشوفكم في حلقات اخرى من هذا البودكاست وفيديوهات اخرى على قناتنا، وان شاء الله راح الله يهدي اللي في المجال. المره الجايه انا جنبك واثنين ضيوف ثانيين انا ابغى معك. خلاص نشوف ان شاء الله. لو كنت ترند وقتها بجيبك. نروح كذا. يلا يعطيك العافيه. المهم يعطيكم العافيه يا اخوان. ان شاء الله راح يكون البودكاست هذا شهري، حلقه كل شهر. ولا تنسوا يا اخوان قناه الفريق تحت في الديسكربشن والتليجرام. ولا تنسوا لايك سبسكرايب. كان معكم نادي اوسم. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. ويلا سلام عليكم.